في فخ صغير عم يقع فيه بعض الأشخاص يلي عم يشتغلوا كوتشنج سيشنز مع لايف كوتش. عم يعتقدوا الناس إذا بلشوا ب كوتشنج سيشنز لتطوير ذاتهم ويفهموا حالهم ويحسنوا حياتهم، عم بيفكروا انه خلص يعني اذا شي مرة صار شي معين وزعجهم بحسوا بغلط. انا انزعجت، بس مين قال انه انت مش رح تنزعج؟ او انا عصبت، او انا توترت، بس ما انا عم بعمل عم باخد لايف كوتشنج سيشنز. ليش توترت؟ او ليش زعلت؟ او ليش غضبت؟ او ليش يمكن تصرفت بطريقة كان افضل اذا بتصرف بغير طريقة؟ هيدي عمق رحلة التطور، انه نحن اليوم ما منصير بيرفكت، ما في شي بالحياة بيرفكت. ف رحلة التطور يعني الشخص عم ببلش يوعى على مشاعره، عم ببلش يعرف انه انا هون كان في يكون احسن، انا تفاعلت مع هيدا الموضوع بطريقة زيادة شوي زعجتني اكتر، او انا بمحل معين اعطيت الامور اكتر ما بتستاهل من طاقتي ومن وقتي ومن مشاعري. هيدا الاهم، وهيدا عمق رحلة التطور الذاتي اللي نحن بنشتغلها كلايف كوتشز مع الأشخاص يلي عم يعملوا معنا كوتشنج. فإذا شي مرة حسيتوا إنه صار شي وزعجكن وهيك من جوا حسيتوا غضبتوا، تقريفتوا، يمكن حسيتوا على 10 دقايق ما فيكن عملتوا شي، مش غلط، بس انتبهوا هيدا الإحساس ما يطول معكن كل الوقت، وما تحملوه معكن على النهار، على الأسبوع، على السنة، وما تحقنوا المشاعر جواتكن. ومن هون أهمية الشخص ياخد لايف كوتشنج سيشن مع لايف كوتش تيطلع هالمشاعر، تيخبر اللايف كوتش وهو يسمع كمان على حاله انه انا مرقت بهالمشاعر، انا بهالطريقة تعاطيت مع المشاعر، وانا تاني مرة بيصير معي نفس الموضوع هيك رح اتعاطى بطريقة افضل مع مشاعري لكون عم كمل رحلة هالتطور الذاتي يلي ما رح يجي نهار وتنتهي. كل شيء ونحن على الارض نحن برحلة التطور الذاتي. وهيدا كان موضوعنا اليوم بدقيقتين مع لايف كوتش. نلتقى بغير مواضيع.